عاوز توفر مبلغ محترم في الخضار والفاكهه اللي انت بتشتريهم للبيت كل اسبوع، تعال اقول لك انا بعمل ايه انا وجيراني في العماره. بنجمع على جروب العماره كميه الفاكهه والخضار اللي بنحتاجها كل اسبوع، يعني كل واحد فينا محتاج كام كيلو بصل وكام كيلو طماطم وكام كيلو خيار، والفاكهه بقى زي الموز والتفاح مثلا. وكل اسبوع حد فينا بيروح بعربيته ويشتري كل الحاجات دي بالجمله من سوق الجمله بتاع الخضار والفاكهه. وزي ما قلت ان طلعه العربيه دي بتلف على كل جار عشان تبقى فير. الموضوع ده بيوفر معانا بتاع 50% من مصاريفنا على بند الخضار والفاكهه تحديدا. وما تتخضش من الرقم، هتشوف بعينك لما تجرب بنفسك. يعني مثلا وقت تصوير الحلقه كان سعر كيلو الطماطم عند بتاع الخضار والفاكهه 8 جنيه، في حين انه كان في نفس اليوم جبناها من سوق العبور الكيلو كان متوسط سعره 4 جنيه، يعني تقريبا بنص الثمن. ده غير سعر كيلو البطاطس عند بتاع الخضار كان عامل 15 جنيه، انما في سوق العبور كان متوسط سعره 8 جنيه، يعني بنص الثمن برضه. في المجمل هتلاقي نفسك موفر في بند الخضار والفاكهه لوحده من 30 ل 40%، ودي مش نسبه قليله على فكره. منشن جارك او صاحبك او اخوك اللي تقول له يلا بينا على سوق العبور. ولو في حد بيعمل زي ما بعمل عرفوني في الكومنتس.